النادي الأهلي كبير مصر وكبيرك وكبير أفريقيا بيفوز على شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف، الهدف اللي أنا ما كنتش نفسي إن هو ييجي في الأهلي خالص. بأداء ولا أروع، بأداء ولا أجمل، بأداء يُدرّس أقسم بالله. يا ابني هو ده النادي الأهلي. أنا قايل لك إيه، قُلت لك كل فريق هيرجع لمكانه الطبيعي، وقُلت لك الأهلي لمّا يرجع لمستواه، لمّا يبقى في الprime هيبلع أي فريق في أفريقيا، وحصل اللي قُلت لك عليه. الأهلي النهارده فاكر أنت أهلي 2023 مع كولر أول ما كولر جه؟ فاكر أنت؟ هو ده الأهلي. قسمًا بالله يا جدعان الأهلي لو استمر كده لا ياكل أي حد، ياكل الزمالك، بيراميدز، صن داونز، أي حد هييجي على السكة نحطه على الدكة. ما تكلمنيش، إحنا بالسكواد ده وفي الprime بتاعنا ومش هناكل أي حد في أفريقيا، ده إحنا يبقى كده اللعيبة دي تستاهل إنها يتولع فيها ببنزين وكبريت، أقسم بالله. أداء يا جدعان تاريخي، أداء عالمي، أداء إمّو بقى. تعالَ لإمّو وإيه والناس اللي بتقعد تشتم فيه والناس اللي بتقعد تهاجمه، الزملكاوية طبعًا. اخرس، أنا مش عايزك تفتح بُقّك يالا، بُقّك ده ما يتفتحش، بُقّك ده ما يتفتحش يالا. إمام عاشور النهارده جاي بيرُد على أي حد كان بيهاجمه وأي زملكاوي كان بيشتمه وبيحفّل عليه وبيغلط فيه وبيخوض في عرضه، أقسم بالله. إمام عاشور النهارده بيرجع. أنا أكتر لعيب فرحت له النهارده في الماتش إمام عاشور قسمًا بالله. كنت أول ما نزل كنت نِفسي يجيب جون، نِفسي. نزل الجون بتاع تريزيجيه التاني اللي بالمناسبة عالمي. نزل هو ساهم في الجون، طاهر اللي سَنَد لتريزيجيه الكورة، لكن إمام عاشور ساهم في الجول، وهو اللي كان شايط الكورة بشماله، بعدين راحت لطاهر سَنَدها لتريزيجيه وتريزيجيه حطها في الجون، فإمام عاشور ساهم في الجول اللي تريزيجيه جابه، لكن الجون اللي إمام عاشور جابه عالمي. بشماله صاروخ في الشبكة. عايزة أقول لكم إن حارس شبيبة القبائل ده قسمًا بالله لو مش الحارس ده النهارده كنا زماننا طلعانين من الماتش ده 5. مش عايزة أقول لك 6، والله ما عايزة. إحنا كسبانين 4-1 يعني 6، 6-1 كنا هنطلع 6-1 النهارده من الماتش، أقسم بالله. عايزة أقول لك برضه مصطفى شوبير. بُص بقى أنا هاقول لك على حاجة، كلمة واحدة. أنا لو مكان مصطفى شوبير أنا لو مكان مصطفى شوبير أنا هامشي من الأهلي. واحد يقول لي هتمشي من الأهلي ومش عارف إيه، أقول لك يابا هامشي من الأهلي. يغور بقى الشناوي اللي بيلعب مكانه، يغور المدرب اللي مش راضي يلعبه، تغور أي حاجة، أنا هامشي يابا أشوف مستقبلي وأشوف دنيتي. أنا إيه اللي يقعدني على الدكة وأنا حارس بالموهبة دي، وإيه اللي قعدنا على الدكة لحارس بقى يتخرم الفترة الأخيرة. أنا مش باغلط في الشناوي ومش باهاجم الشناوي، والشناوي ادانا كتير وبنشكر الشناوي على اللي اداه لنا طول ال10 مواسم اللي هو قضاها مع النادي، لكن كل وقت وله أذان يا جدعان قسما بالله. فأنت شناوي وقتك خلص قسما بالله، والحارس